نسألك باسم العظيم الجاه مصطفى فرج علينا ونصب يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى رسول شكرنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين من الأرواح كافة أولي البدر من مشارق الأرض ومغربها برها برها خصوصا سنة مغانم وحجة الله عيسى كان سنة عظمة في المقدم محمد بن علي تعالى وسلم لهم وسلم وأولاد أجمعين ثم لم يطلق عليه موصول وفرهم ثم إلى أرض من أول مجرب مع الكتب النافع ومسلم الكتب النافع من الشيخ المحضر والأذكار والأمراض والأحزاب والمنظومات صلوات دعوات النجاة والجماعة خصوصا لقرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم ومنظوماتهم صلوات دعوات ونجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيام وفاتنا خصوصا لقرأنا في هذا المجلس الإمام البكر بن عبد الله الأكبر وأصولهم وفروعهم ومن كتب وصفهم بالكتاب الحبيب محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي وأصولهم وفروعهم والشيخ وقرأت طلاب الترمذي بن أجمعين ثم الأرواح وأهل أهل البلد أهل القلب دار السلام كلهم منسوسا صاحب الحارة سهيل الدار الحبيب البركة محمد بن عبد الرحمن الحبيب المنور وعبي وأم المشايخ الشيخ وأبرز أحباب الطلاب المدرسين وتقدم هذه الحرب من العلماء والأولياء صلى الله عليه وسلم من عمل في البحث وأصوله في رسالة على يد أبي جميل أن الله يتغشاهم برحمة مسكون الجنة أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكرامات ونفعات في الدنيا الآخرة أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويقضي حاجاتنا في الدنيا الآخرة أن الله يفتح علينا عليكم فتوح العالم والفجر في الدين علمني التأويل أن الله يرزقنا التقوى والاستقامة لمن أهضر الباطل ويشفي أمراضنا خصوصا من أوصل بشفاء الحبيب أبي بن شاهد شهاد ودائم رحمة محمد الخليل وكل من أوصل بشفاء من إخوان أصابنا أحبابنا الله يشفيهم شفاء العجل شفاء الله بسرهم ولا علمة ثم يرزقنا التقوى والاستقامة بفعلنا بشر الباطل ورزقنا في الخير اسم الله هذا الذي صالحة جانبة كل خير دافئة بشر المسلمين وإلى حضرة النبي فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عبد ما في علم الله صلاة والسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب وبابات حاضرين حاضرات إخوان جماعة مجلس تعليم Kampung Al-Munawwar di kediaman Habib Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya Rabbana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lakal hamdu ya Rabb terima kasih ya Allah yang selalu dan terus menambahkan nikmat demi kita, untuk kita, nikmat sehat walafiat, nikmat ketenangan, kenyamanan, nikmat macam-macam fasilitas kehidupan Allah mudahkan, dan yang terindah termulia nikmat taufik dan hidayah, yang mana dengan berkat nikmat taufik dan hidayah tersebut Allah kumpulkan kita di majlis ini walaupun alhamdulillah dengan adanya guyuran hujan kita masih didatangkan Allah, dan kami menghimbau kepada rekan-rekan yang mungkin saat ini menyaksikan yang biasa hadir jangan maksa diri untuk hadir kalau hujan. Bila antum punya mobil, kendaraan atau punya jaket hujan yang cakep ya tafadhol. Tapi insyaallah kena udzur antum akan dapat pahala yang sama kalaupun tidak bisa hadir. Tapi kalau memang bisa tanpa harus memaksa ke diri tafadhol. Ma'asyarul ahbab hadirin rahimakumullah, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah masuk hari kedua, malam ini malam ketiga daripada bulan Jumadil Ula. Jumadil Ula boleh disebut Jumadil Awal, boleh juga disebut Jumadil Ula, tapi lebih afdal disebut Jumadil Ula.
bulan yang penuh berkah, bulan yang insyaAllah kita isi dengan ketaatan, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan sepanjang bulan Rabiul Tsani yang kita lewati bersama dengan bermacam-macam kesibukan dalam ketaatan kepada Allah, apapun daripada kebaikan yang kita lakukan, termasuk lintasan niat-niat salehah sepanjang bulan Rabiul Tsani, Allah jadikan amal yang makbul di sisi Allah, diberikan ganjaran pahala yang besar, dijadikan sebab kita mendapatkan ampunan dosa dan terangkat derajat kita, dan keberkahan itu pun Allah sampaikan kepada anak istri kita, kepada orang tua kita, baik yang masih hidup bersama kita ataupun yang telah wafat. Dan kita mohon kepada Allah dan berkat baginda Rasulullah SAW, Allah jadikan bulan Jumadil Ula kita dilindungi dari segala bentuk kemaksiatan, keburukan, kelalaian, balak dan musibah, jauhkan dari segala penyakit-penyakit dan segala bentuk fitnah. Mudah-mudahan Allah jadikan insyaAllah bulan Jumadil Ula ini yang mana kita kelak insyaAllah akan dalam bulan ini juga akan terlaksana mungkin yang namanya pemilu, ya, kita pun akan berlangsung dengan aman nyaman. Di Palembang tidak ada suatu namanya kisruh ataupun satu yang sifatnya bentrok, boleh sampai bentrok fisik, proses silaturahmi dan apapun keburukan dari akibat ini insyaAllah tidak terjadi di lingkungan kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan pemimpin yang baik untuk kita insyaAllah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ma'asyar hadirin rahimani rahmatullah, alhamdulillah pada petang hari penuh berkah ini kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Ilmi ma yajibul 'abdu lil Maulah yang dikarang oleh Imam Ad-Da'i Allah al-Arifillah al-Allamah Mufti Syafi'i Makkah al-Mukarramah fi zamanih Al-Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah al-Habsyi radhiyallahu anhu. Melanjutkan kembali apa yang beliau